السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وأحبائي في كل مكان. يا صباح الخير على كل اللي صاحي بدري وعلى اللي لسه بيقنع نفسه إن اليوم هيبقى أخف من امبارح. صباح الخير من راديو على متفرج، المكان اللي احنا بنحكي فيه عن نفسنا من غير تجميل، نضحك شوية ونتوجع شوية ونسيب الكلام يمشي على مهله. برنامجنا يا جماعة مش بيعلم ولا بيوعظ، احنا بس بنفك الذكريات وبنقلب في العادات ونسيب لكل واحد بيسمعنا مساحة يقول فيها ده أنا. معكم أنا محمد سعد، وصوتنا النهاردة صباحي هادي بس صادق. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية، مش صريخ ولا زعل عالي. حلقتنا عن السكات وعن المواقف اللي عدت واحنا ساكتين، وعن الكلمات اللي وقفناها عن طرف لساننا وقلنا مش وقته. بس الحقيقة مش كل اللي سكتنا عنه كان رضا، في سكات كان خوف، وفي سكات كان تعب، وكمان في سكات كان علشان نعدي اليوم وخلاص. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. في الحقيقة يا جماعة احنا اتربينا ان السكوت حكمة، بس محدش قال لنا ان السكوت ساعات بيكلف اكتر من الكلام. سكتنا علشان ما نزعلش حد، كمان سكتنا علشان نكبر دماغنا، وسكتنا علشان ما نخسرش علاقة، ولقينا نفسنا بنخسر نفسنا واحدة واحدة. في ناس بقى بتفتكر انك ساكت علشان نراضي، ومش واخدة بالها ان السكوت ده كان اخر طاقتك. حكايات كده يا جماعة بتحصل في الواقع. سكتنا عن اهانة وقالوا اصله طيب، سكتنا عن ضغط وقالوا مستحمل، وسكتنا كمان عن الوجع وقالوا ده قوي. بس الحقيقة ان القوة مش دايما في السكوت، القوة احيانا انك تقول كفاية. وفي نوع تاني بقى من السكوت محدش بياخد باله منه، السكات ده بقى اللي بيجي بعد كلام كتير قوي. سكات واحد حاول يشرح، حاول يفهم، حاول يصلح، ولما تعب سكت، مش علشان مقتنع، هو علشان يستهلك كل اللي جواه. السكات يا جماعة مش سكوت. السكوت ده مش بيعدي من غير تمن كده، ده بيغير نبرة صوتك وبيقلل حماسك وبيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تحكي. بتلاقي نفسك بقيت بتعدي حاجات ما كنتش هتعديها، وبتضحك على حاجات كمان كانت بتوجعك، وبتقول مش مستاهلة أكتر ما بتقول رأيك. وده أخطر أنواع السكوت لما بيبقى أسلوب حياة. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. نيجي بقى للفقرة اللي كنت مستنيها ونفسي كنت أعملها من أول ما بدأت حاجة اسمها راديو على متفرج، وهي فقرة الرسائل. فقرة الرسائل اللي كانت من خلال التعليقات ومن خلال الرسائل اللي جات لي. معانا مريم من القاهرة بتقول السكوت مش دايما ضعف، أنا سكت كتير علشان كنت فاكرة إن ده الصح، بس اكتشفت إن كنت بسيب نفسي على الرف. وفي الحقيقة برنامجكم فكرني ان ده صوتي ليه تمن وليه قيمة حتى لو هقوله مرة واحدة. كمان معانا رسالة من احمد من اسكندرية بيقول بحب راديو على ما تفرج علشان مش بيحسسني اني لوحدي، كل حلقة بحس فيها ان في حد قاعد جنبي وبيفهمني، وموضوع السكات لمسني علشان انا من الناس اللي بتضحك وهي موجوعة. ويا ريت يبقى الحلقة تبقى لايف مش مسجلة. والله اتمنى، بس الفكرة في الوقت بس. شكرا يا احمد. شكرا لمريم كمان. نيجي كمان لرسالة سارة من المنصورة بتقول السكوت اريح من الخناقات بس اوحش من الوجع. الحلقة ديت خلتني افكر اتكلم، مش هزعق بس اقول اللي جوايا. طب ده شيء ايجابي والله. معانا كمان محمود من الجيزة بيقول انا متعود اسمعك الصبح قبل الشغل، بتحسسني ان اليوم مش تقيل لوحدي. السكات اللي عرضته في موضوع الحلقة بتاعتك هو نفس السكات اللي باخده معايا كل يوم. والله الله يعينك يا محمود. طيب معانا كمان رسالة من ندى من أسيوط بتقول يمكن أول مرة أحس إن برنامج إذاعي مش بيقدم محتوى
بيقدم احساس، كملوا حتى لو صوتكم واطي احنا سامعين. والله دي من ضمن الرسائل الجميله يا جماعه، والله اللي فرحتني بصراحه وحفزتني ان انا اكمل. خلينا نطلع كده بالفاصل ونرجع تاني نكمل بقيه الرسائل. انتوا دلوقتي بتسمعوا راديو على ما تفرج مع محمد سعد، راديو على كيفك. ولسه مكمل معاكم في فقرة الرسائل، ومعانا من رسائل الصفحة او من التعليقات بتاعتنا. بتقول مي، بتقول اسمح لي اقول رأيي ان فعلا مش كل اللي سكتنا عنه كان رضا، في حاجات سكتنا فيها علشان وجعتنا او كان تعب من كتر الكلام اللي بيتقال ومفيش فايدة. وشكرا ليك يا لوزة. وكمان هنروح اخويا مصطفى سمع حبيب الفنان الجميل، بيقول حاجات كتير مش معنى اننا ساكتين نكون عايزينها او راضين، ولكن بتكون مضطر تكمل علشان مفيش اوبشن للأسف غير كده، ومنها قرارات انت بتكون واخدها بنفسك. دي حقيقة جدا يا مصطفى، تسلم يا ديشة. معانا كمان نوجة بتقول موضوع الحلقة ده تحفة جدا، وانت مقدم رائع وحلقات هادفة بجد، كفو منك ومن كل مواضيعك. والله تسلمي لي يا نوجة. الكلام يا جماعة مش دايما غلط، والسكوت مش دايما صح. انت مش مطالب تشرح وجعك للناس، بس مطالب تسمعه لنفسك. اسأل نفسك، انا ساكت علشان راضي ولا علشان تعبان ومش لاقي كلام؟ فاكرين لما اتكلمنا قبل كده عن النية وعن الغربة اللي مش دايما مكان، ساعات بتبقى احساس، وعن ان مش كل ضحكة معناها فرح. النهاردة حلقة السكات جاية تكمل السلسلة دي، لان السكات هو الخيط الرفيع اللي رابط كل اللي فات. سكتنا واحنا فاكرين اننا بنعدي، بس اكتشفنا اننا كنا بنأجل المواجهة. زي ما قلنا قبل كده، اللي ما اتقالش في وقته بيفضل يتخزن جوانا، والسكات الطويل مش بيعلم الصبر قد ما بيعلم الوجع. ولو هتسكت اسكت علشان اخترت، ولو هتتكلم اتكلم بهدوء بس بصدق. وافتكر دايما مش كل اللي سكتنا عنه كان رضا، بعضه كان استنزاف. كنت معاكم انا من راديو على ما تفرج، وسيبوا الكلام يعدي واحنا نقول على ما تفرج.